السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. النهاردة هناخد درس جديد من دروس مادة الفلسفة بعنوان قيم أخلاق المهنة. في البداية لازم نعرف إن أخلاق المهنة بتتكون من جملة من القيم الأخلاقية الخاصة اللي هي أهمها رقم 1 الأمانة والنزاهة، ونقصد بيها الالتزام بتطبيق القواعد والقوانين للحد من كل صور الفساد ومحاباة الجانب الذاتي والشخصي. مثال على كده زي رفض الموظف تلقي رشوة من أحد العملاء وبيفرض على العميل إن هو يلتزم بجميع الإجراءات السليمة. تاني حاجة عندنا اللي هي الطاعة والمسؤولية، ونقصد بالطاعة هنا اللي هي تتمثل في تطبيق اللوائح والقوانين والقواعد بوعي ودراية ووفق توزيع محدد للمسؤوليات والأدوار. أما المسؤولية فبتتحدد قيمتها بالأعمال اللي بيؤديها الموظف وبدرجة حرية فعله ومسؤوليته عن تلك الأفعال. مثال على كده التزام المهندس المعماري بالقوانين الخاصة بالإنشاء والسلامة الإنشائية، ومراعاة إن تكون مواد البناء سليمة، وذلك لأنه هو مسؤول عن هذا البناء. تالت حاجة عندنا اللي هو الاستقلال الذاتي، ونقصد بالاستقلال الذاتي إن الإنسان أو الوظيفة هنا بتبقى خدمة عامة بتقدير النزاهة والحياد، والشرط الأساسي لتحقيقها إن هو ضرورة إن يتمتع الموظف بقدر من الاستقلال الذاتي عشان ينتج عنه فكر ابتكاري وإبداعي لحل المشكلات. مثال على كده لو احنا كلفنا احد الموظفين بمهمة تطوير حملة اعلانية جديدة، فبدل من هو ينتظر تعليمات من رئيس عمله، بيقوم هنا الموظف باجراء ابحاث عن السوق وتحديد الجمهور المستهدف، وبيحط خطة للحملة، وبيقوم بتصميم المواد الاعلانية بشكل جديد ومبتكر، وكده بيقدر ينفذ الحملة بالشكل الكامل. رقم 4 عندنا اللي هي حرية التعبير. كان زمان التزام الصمت في العمل كان بيبقى فضيلة وكان جزء من ضرورة التزام الحياد، لكن دلوقتي بقى من الضروري اعتماد مبدأ حرية التعبير، خاصة لما الأمر بيتعلق بالبحث عن الحقيقة. مثال على كده لما يجي صاحب إحدى الشركات إن هو يحرص إن هو ينظم جلسات عصف ذهني أسبوعي ويستدعي جميع الموظفين عشان يشاركوا إن هم يقدموا أفكار جديدة حول تحسين المنتجات، وبيشجع الجميع على التعبير عن آرائهم بحرية. رقم 5 عندنا اللي هي الشفافية والمساواة، ونقصد هنا بالشفافية اللي هي قيمة أساسية في كل عمل إداري، وهي بتتمثل في الحق في الاطلاع على الوثائق ونشر التقارير الدورية. أما المساواة هي النزاهة والحياد والاعتماد على مبدأ المساواة في المعاملة والمحاسبة. مثال على كده قيام صاحب أحد المطاعم إن هو بيشارك المعلومات المالية اللي بتخص المطعم مع الموظفين من حيث النفقات والإيرادات والأرباح، فبيبقى النهج ده بيعزز الشفافية وبيخلي الموظفين يشعروا بأنهم جزء من العمل، وكمان بيحرصوا على المساواة وعدم التمييز بين كافة الموظفين. رقم 6 عندنا اللي هي تغليب المصلحة العامة، ونقصد بيها اللي هو ان يتوجه كل نشاط مهني او اداري بيبقى ليه قيمة ومبدأ قانوني. مثال على كده ان لما بيتقدم احد الموظفين ان هو بيطلب اجازة شخصية لمدة اسبوع، بتتم الموافقة عليه، وقبل موعد الاجازة بايام بيوافق فريق العمل، وبيحتاج مجهود من الجميع لإكمال المشروع في الوقت المحدد، فبيقرر الموظف مثلا إن هو يأجل أجازته حرصا منه على مصلحة العمل. 7 نقطة اللي هي احترام البعد الإنساني، عن طريق إن احنا بنراعي كرامة الإنسان وأحاسيسه وجسده ومعاناته واللي بيمر بيه من ظروف، فالإنسان يعتبر روح وجسد وإحساس. مثال على كده لما يبقى صاحب العمل بيضع مكيفات وتكييفات في مكاتب الموظفين للتخفيف عنهم في أوقات ارتفاع درجة الحرارة عشان يساعدهم على العمل في بيئة ملائمة وبيئة مناسبة.